بەیانیتان باش میدیاکاران، بینەران و بیسەران و کارخوازان و لاوان، هەموو ئەو کەسانەی کە ئێستا بە شێوەی ڕاستەوخۆ یاخود لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە دەمانبین و دەمانبیستن. خۆشحاڵین وەک دەستگای ڕوانگە پرۆژەیەکی دیکە دەخەینە خزمەتی لاوان و کارخوازان، ئەویش پیشەنگەی نێودەوڵەتی کاری ڕوانگە فڕەسە بە شێوازی ئۆنلاین. پرۆژەکە بۆ پێنجەم ساڵە لەلایەن دەستگای ڕوانگەوە ئەنجام دەدرێت. ئەم ساڵ سێ چالاکی گەورە لەخۆ دەگرێت. ئەوانیش یەکەم پیشەنگەی هەلیکار کە لاوان دەتوانن هەلیکار و مەشقی کار بەدەست بهێنن لەلایەن کۆمپانیا و ڕێکخراوەکانی بەشداربوو لە پیشەنگە. هەروەها ڕاهێنانی ئۆنلاینە کە 6 ڕاهێنان لەخۆ دەگرێت و هاوکاری لاوان دەکات بۆی بتوانن تواناکانیان بەهێز بکرێت بۆ بازاڕی کار. جیالەوە کۆربەندی ڕوانگە لەخۆ دەگرێت کە 3 پانێڵ ئەنجام دەدرێن بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بابەتەکانی لاوان و پەیوەست بە بازاڕی کار لەلایەن کەسانی پەیوەست بەو بوارە، ئەوانیش حکوومەت و کەرتی تایبەت و لاوان. ئازیزان، دەستگای ڕوانگە لە ماوەی 7 ساڵ تەمەنیدا توانیوێتی زیاتر لە 225 پرۆژە ئەنجام بدات لە بوارەکانی پەروەردە، لاوان، ژینگە و کەسانی لێ قەوماو. هەروەها توانراوە لە ڕێگەی ئەم پرۆژانە زیاتر لە 2,600,000 کەس سودمەند بن کە زۆربیان لاون. ئازیزانم، ئەم پیشانگایە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی وەرزش و لاوانی عێراقی و وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی کوردستان ئەنجام دەدرێت. هەروەها پیشانگاکە لەلایەن کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەتەوە سپۆنسەر کراوە. ئەوانیش سپۆنسەری دایمەن بریتین لە کۆڕاک تیلیکۆم، قەیوان گروپ، هەروەها سپۆنسەرە پلاتینیۆمەکان بریتین لە هێمن گروپ، هۆتێل هەولێری نێودەوڵەتی، کوردنەفت، فاستلینک، سپۆنسەری زێڕین بریتین لە کۆمپانیای ئەلحەیات پێپسی، MRF گروپ، AD میدیا، ڕەسەن گروپ، دارین گروپ. هەروەها سپۆنسەری زیوین بریتین لە هەڵەبجە گروپ، فۆکس ڤیو، ئەندازیاری ڕنگ، ئاڤێستا گروپ، GEG ڕیکلام، ئاسا کۆنسڵتەنسی، ڤانە، هەروەها ئەلجەزایری. هەروەها زۆر سپاس بۆ هاوبەشە میدیایەکانمان کە بریتین لە کوردستان 24، ڕوودا و سپۆنسەرەکانی نێت TV، کوردستان TV، زاگرۆس، وار TV، دوهۆک TV، فالکۆن گروپ، هەڵەبجە TV، میکس FM، میکس ڕێیدیۆ، بزنس ماگەزین و هەموو ئەو میدیا و ڕاگەیاندن کارانەی کە ئەمڕۆ ڕووماڵی پیشەنگاکە دەکەن. ئازیزانم، ئێستا بە پێویستی دەزانم داوا بکەم لە بەڕێز عەبدولسەلام مەدەنی بەڕێوەبەری گشتی دەستگای ڕوانگە بۆی زیاتر زانیاری دەربارەی پیشەنگاکە بدات. فەرموون. سلام علیکم. بەیانی باش ڕێزداران. کۆتاییەکانی پەنجەکانی سەدەی 20 بوو کاتێک کە هۆڵەندا لە دەریای باکوور غازی دۆزیەوە. پێشتر ئابووری هۆڵەندا پشتی ئەبەست بە پیشەسازی و کشتتوکاڵ لەگەڵ هەندێک بوارەکانی تر. بەڵام دوای دۆزینەوەی غازەکە دنیایەکی تر و واقعێکی تر هاتە ئارایەوە لەوێ. هۆڵەندا بوو بە وڵاتێکی ڕێیعی زیاتر کاری ئیداری بوو و کاری خەدەمات بوو. بواری پیشەسازی و کشت و کاڵ زۆر لاواز بوو تا ڕادەیەک ئابووری ناسەکان
ناوی ئەم دیاردەیان کردە نەخۆشی هۆڵەندی بوو بە نەخۆشیەک لەوێ. عێراق لە دیوی تری جیهان 30 ساڵ پێش ئەو مێژوویە لە 1921 دامەزرا. دوای ئەوە بە 6 ساڵ نەوت دۆزرایەوە. لەو کاتەوە هێدی پشت بەستن بە ئابووری نەوت زۆرتر لێ هات لە عێراق. وەڕۆژ لە دوای ڕۆژ کاتێک کە بوو بە پەنجاکانی سەدەی 20 دوو وەزعی تر هاتنە ئارەوە. یەک لەوانە اقتصادێکە ئابوورەکە بوو بە ئابوورێکی اشتراکی و شێوازی حکومڕانیەکە بوو بە دیکتاتۆری تاکڕەوی. ئەو سێ وەزعە ئەو سێ عەمودە ڕوکنە وایان لێ کرد وەزعە ئابووریەکە بەرگە نەگریت بەرامبەر ئەو ئەزاماتانەی کە دروست دەبن. تا ڕادەیەک ڕەنگە خراپ نییە ئابووری ناسەکان ناوەکە بکەنە نەخۆشی عێراقی یان ڕەنگە هەر نەخۆشی کەنداو، چونکە ئەم جۆرە ئابوورە لە وازعێکی جیهان کە تێدا و جۆرە گۆڕانکاریە گەورانە تێدایە بەرگە ناگریت و بە بەڵگە بینیمان. هۆڵەندە دوای 15 ساڵ دەرسەکە وەریگرت و خۆی عیلاجی کرد و هاتنە سەرخەت و بوو بە وڵاتێکی منافس تا ڕادەیەک تەنها لە مەوزوعی کشت و کاڵ و چاندن و تەصدیرکردنی گوڵ 40% واریداتی هەموو جیهان لە هۆڵندا دێت. مع العلم ئەمستردام گۆرانیەک هەیە دایکەکان لە لای منداڵەکان ئەڵێن ڕۆژێک دێتن ئەم ئەمستردامە بە تووفان ئەخنکێتن، ئەوەندە عاردیان نییە. بەڵام لەگەل ئەوە 40% واریداتی هەموو جیهانی گوڵ لە هۆڵنداوە دێتن. 3.2 ملیارد دۆلار ساڵانە وەکو عائد لە کشت و کاڵ عام و بەتایبەتی لە گوڵەکان دێن. و لە 2013 5 بەهێزترین منافسی ئابووری لەسەر ئاستی جیهان هۆڵندا بوو و لەگەل مەسائلی تر کە گرێدراون بە واقعی هۆڵندی زۆر بەناو دانەچین. لە عێراقدا لە دوای 2003 جیهان گۆڕا، سیستەم گۆڕا. بەڵام تا ئێستا بەڕاستی شێوازی عەقلیەتە ئیشتراکیەکە و مەرکەزیەکە و ئیدارەکردنی وڵات تا ئێستا بەو شێوازە ئەو جۆرە گۆڕانکاریە دروست نەبوویە کە کللتورێکی وا دروست بکردن، نە لەسەر ئاستی کۆمەڵاتی، نە مەناهەجی تعلیم و تەدریسی، نە حتا لەسەر ئاستی سیاسی واقعێکی تر بدۆزیتەوە کە ئاواتێک ئەمەلێک بداتن کە فعلەن داخلی واقعێک و جیهانێکی تر ئێمە بووینەوە ئامادەین بەو واریداتانی کە هەیە، بەو عەقلیەت و سەرچاوای مرۆیی هەیە کە بتوانین گۆڕانکاریەک بکرێتن. ئێمە باش تێدەگەین کە حکوومەت دەوڵەمەندە بەعام بەو واریداتانەی کە هەیە، بەڵام پرۆسێسی تاعینکردنی حکومی کارەساتێک بوو و کارەساتێکە. بەڵام واتای ئەوە ناهێنیتن لە وڵاتێکی وەکو عێراقدا حکوومەت دەستە و ئەژنۆ دانیشیتن نێت تەنزیمی بازار نەکات یان بازاری تری نوێ بیکاتەوە. ئیشکالەکە لەوێدا گۆڕینی ئەو وەزع محتاجی چەندین فاکتەرە و هۆکارە. ئێمە هەوڵە دەین وەکو دەستگای ڕوانگە بەشدار بین لە وەزعدا، ئەکتیفا بەس بەوە نەکەین نەقد لە واقع بگرین کە پرۆسێسی گۆڕانکاری بەرەو باشتر لەوە دەست پێکەت قسە بکەین لەسەر وەزعەکە، ملاحەزات بڵێن، نەقد بگرین بە نەفەسی عیلاجەوە، نەک نەقد لأجل النەقد. و لەگەل ئەوەش هەندێک کار و دەست پێشخەری بکەین. یەکێک لەو دەست پێشخەریانەی دەستگای ڕوانگە ئەکاتن ئەم جۆرە دەست پێشخەریانەیە و پێشەنگای کارە. ئەکاوە ساڵی پێنجەمە ئێمە ئەنجام ئەدەین، ژمارەکان بەو شێوازە بووینە. لە 2016 یەکەم تەجریبەی ئێمە بوو، ژمارەی ئەو کۆمپانیانەی بەشداریان کرد 36 بوو، هەلی کارەکان کە بڵاو کرانەوە 795 بوو. لە 2017 ژمارەی کۆمپانیەکان گەیشتە 101، هەلی کارەکان 1257. 2018 ژمارەی کۆمپانیەکان بوونە 119، ژمارەی هەلی کاری بڵاو کراوە 1421. لە 2019 کۆمپانیەکان گەیشتنە 166، هەلی کار 2204. ئەم ساڵ 2020 کۆڕۆنا وای دەکرد ببیتە ئۆنلاین بە شێوازێکی تر بینە سەرخەت، ژمارەی کۆمپانیەکان بەسپاسەوە ڕاستی. شخصیان من تەسەور نەدەکرد ئەوەندە کۆمپانیا بینە سەرخەت ڕاستی لە وەزع خراپەی هەموو لایەک بەرگەی گرتی 110، بەڵام ژمارەی پۆستەکان کە بڵاو دەکرێنەوە 5388. جیاوازی ئەم ساڵە دوو بوعدی ترمان خستە گەلی، لەگەل ئەوەی کە هەندێک هەلی کار بڵاو دەکرێنەوە، لەگەل ئەوەش وەکو ئینتێرنشپ ڕاهێنانی کار ئیزافەمان کرد و
لە دوای نیقاش اتفاقمان کرد لەگەڵ ئەو شەریکاتانە هەر یەکێک لەوانە 2 3 4 تا 6 بەپێی قابلیاتی ئەواندا بەڵام هەر کۆمپانیەک ڕێکخراوێک وەکو ئینترن وەکو ڕاهێنانی کار هەندێک لەو گەنجانە وەربگریتن زۆر سوودی تێدا هەیە ئێستا جێگایەوە نیە و تەفسیلە بدەین ئەو ئیزافەیەمان کردیە کە 332 ئەوەمان هەیە وەکو ئینترن ئەم کۆمپانیە و ڕێکخراوانە بە مەسئولیەتی خۆیان وەردەگرن لەگەڵ ئەوەش ئیطلاقی کۆربەندی ڕوانگە دەکەین و ئەبیتە دیسان نەریتێکی ساڵانە چ لەگەڵ جۆب فێرەکە چ ڕەنگە بە جیاوازی بەس المهم ئەبیتە پلاتفۆرمێک کۆربەندێک بۆ مناقەشەکردنی ئەو بابەتانەی کە گرێدراون بە گەنجان و واقعی گەنجان و کێشەکانی گەنجان و تەمان ئەکید بەشێک لەوانە وەکو پەروەردە چکە ئەو دوو سێکتەرە یەکێک لە ئەساسیاتی ئەو کارانێک کە ڕوانگە پێ هەڵدەستێتن. ڕوانگە فڕەس بەگشتی 2016 ئێمە ئیدارەمان کردیە 16 17 18 19 تا ئێستا ئەو گەنجانەی توانیمانە هەلی کار بە ڕێگای ئێمە بدۆزنەوە 5245 بەپێی ئەو واقعە ڕەنگە ڕقەمەکە زۆر کەم بیتن ڕاستە بەڵام فەلسەفەی ئێمە بەو شێوازەیە هەر یەکێک بە توانای خۆی بێتن لەناو واقعدا و هەوڵ بێتن جوهدی خۆی بە ئەمانەت و ئیخلاص سەرف بکاتن تا ببیتە بەشێک لە چارەسەر نەک ببیتە بەشێک لە کێشە ئەوە فەلسەفەی کاری ئێمەیە طموحی ئێمە زیاترە بەڵام وەزعی اقتصادی بەڵە یەک طرف ناکرێت محتاجی جوهدێکی دەستە جەمعیە. لە کۆتاییدا سپاسی وەزارەتی لاوان و وەرزشی عێراق دەکەم بۆ ئەو تەنسیقات و هاریکاریی کە پێکەوە کردومانە سپاسی سپۆنسەرە بەڕێزەکان دەکەم هەمویان زۆر مەمنونتانین بەبێ بەڕێستان ئەو کارە ئەنجام نەدەدرا بە تایبەتی سپۆنسەرە دایمۆندەکان کۆڕەک تیلیکۆم قەیوان گروپ زۆر سپاسی میدیاکاران دەکەم و هەموو دەستگاکانی ڕاگەیاندون و بە تایبەتی سپۆنسەرە میدیاکان مەمنونی بەڕێستانی بۆ تەقتیە ئەو حاڵەتە چونکە فیزیکلی خەڵکێکە لێرە نییە فەمەگەر بە ڕێگای چاوەکانی جەنابتان هۆکارەکانی ڕاگەاندنی بەڕێستان و سۆشیال میدیا بگاتە ئەم بەڕێزانە. سپاس بۆ کارمەندانی ڕوانگە چکە باش دەزانین چۆن دەرگا لە چەندین کۆمپانیا و ڕێکخراوەیاندا تاتوانین ئەو ژمارە فراهەم بکەن بۆ ئەو گەنجانە. سپاس بۆ ڤەڵەنتیرەکان خۆبەخشەکان کە باوەریان متمانە بە ئێمەیان هەوە بەردەوام یارمەتی ئێمە ئەدەن بۆ ئەنجامدانی ئەو کارانە. زۆر سپاس مەمنونی بەڕێستانم. زۆر سپاس بۆ بەڕێز عەبدولسەلام مەدەنی بەڕێوەبەری گشتی دەستگای ڕوانگە. ئازیزانم ئێستا هەمان کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی بەڵام بە زمانی عەرەبی بەڕێوە دەچێت بۆ میدیا عەرەبیەکان. سەرەتا کاک نەوزاد بەڕێوەبەری پرۆگرامەکان لە دەستگای ڕوانگە دەست پێ دەکا و دواتریش بەڕێز کاک عەبدولسەلام مەدەنی وتارەکەی خۆی بە زمانی عەرەبی پێشکەش دەکات. فەرمووی. السلام عليكم سادة الحضور الإعلاميين صباح الخير. نشكر حضوركم في معرض الأعمال الدولي روانغا فرص لسنة 2020 عبر الإنترنت. مؤسسة روانغا داومت على إقامة هذا المعرض للسنوات الأربعة الماضية هاي السنة الخامسة العام الخامس نقيم بهذا المعرض. طبعا هذا المعرض هو منصة للباحثين عن العمل والشركات اللي تبحث عن موظفين بالإضافة إلى أنه هي فرصة للشباب اللي يبحثون عن فرص تدريبية مع الشركات والمنظمات الدولية. في هذه السنة المعرض راح يقام عن طريق الأونلاين مثل ما أنتم تعرفون لأسباب تفشي وباء كورونا. الوصول عن هذا المعرض راح يتم عن طريق الموقع الظاهر في الخلف اللي هو www.rfijf.com للشباب اللي يريدون يتواصلون مع الشركات. في هذه السنة مثل ما قلنا راح يكون اكو ثلاث نشاطات رئيسية. النشاط الأول هو معرض الأعمال اللي راح يكون بأعداد كبيرة من الشركات. النشاط الثاني راح يكون بها هي فرص خلينا نقول فرص التدريب المهني. والنشاط الثالث راح يكون موجود هو الدورات التدريبية. بالإضافة إلى ذلك في هذا العام المعرض راح يقام برعاية والتعاون بين مؤسسة روانغا بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة في حكومة المركزية الحكومة الفيدرالية وكذلك وزارة الشباب والثقافة في حكومة الإقليم.
في هذا العام السبونسر الرعاة اللي شاركوا معنا مشكورين هم الراعي الماسي متكونين من كورك تيليكوم بالإضافة إلى قيوان جروب. الرعاة البلاتينيوم خلينا نقول فاست لينك، كرد نفط، إضافة إلى أربيل انترناشونال هوتيل وهيمن جروب. الرعاة الذهبي هم متكونين من بيبسي الحياة، MRF جروب، ID ميديا، كذلك رسن جروب ودارين جروب. الرعاة السيلفر متكونين من فيدكس المحلي في كردستان، كذلك فانا جروب، ASA كونسلتنسي، GEG ريكلام، افيستا جروب، اندازياري رنج، فوكس ميديا وحلبشة جروب. رعاتنا الإعلاميين في هذا العام متكونين من كردستان بالسوشار، خلينا نقول كردستان 24، وكذلك قناة ساتلايتي روداو، قناة روداو. شكرا جزيلا للحضور. راح أسلم المايك للأستاذ عبد السلام وكلمته بالنسخة العربية. راح نعمل بروسيسنج وريستارت. السلام عليكم جميعا، صباح الخير. في أواخر خمسينيات القرن العشرين هولندا اكتشفت في بحر الشمال الغاز الطبيعي. إلى ما قبل هذا التاريخ كانت هولندا تعتمد في اقتصادها على الزراعة والقطاع الصناعي، وكانت فرص العمل متاحة بشكل واسع في هذين القطاعين في هذين الميدانين. ولكن بعد اكتشاف الغاز صار توجه كبير نحو الغاز، وأصبحت فرص العمل في أغلبها خدمية وإدارية. هولندا في غضون 15 سنة تعرضت إلى حالة لأن الشعب هناك بدأ يتبنى ثقافة استهلاكية وبذخ وكسل في مهارات سوق العمل. فصار مرض سمي عند الاقتصاديين المرض الهولندي. تقريبا 30 سنة قبل هذا التاريخ تأسست الدولة العراقية 1921. بعدها ب6 سنوات تم اكتشاف النفط في العراق في 27. من ذاك الوقت أصبح الوارد الأكبر، العائد الأكبر للناتج القومي في العراق هو النفط، والعراق أصبح دولة ريعية. من وصل لمنتصف خمسينيات القرن العشرين وما بعدها انضافت مسألتين أخرى على هذا البعد الاقتصادي. واحد، النوع الاقتصاد أصبح اشتراكي، أصبحت الدولة مالكة للإنتاج ووسائل الإنتاج خاصة في مرحلة الستينات وما بعدها، وأصبح نظام الحكم ديكتاتوري. هذه الأمور الثلاثة خلقت واقع آخر، واقتصاد يوهم أنه هو اقتصاد قوي، ولكن بدون حوكمة رشيدة أي هزة ممكن تقلب الموازين. لو كان هذا الكلام قيل في السبعينيات في الثمانينيات كان واحد قال لا يا معود اقتصادنا كلش قوي، بس واقع الحال وإحنا اللي عشنا هذه التجربة نعرف أنه كان عندنا وهم اقتصادي كبير، ونوعية الإدارات والحوكمة ما خلت بنية تحتية قوية لاقتصاد شعب يقدر يكون منافس بالسوق المحلية والإقليمية فضلا عن السوق العالمية. فباعتقادي الاقتصاديين أيضا لازم يراجعون ويسمونه المرض العراقي أو المرض الخليجي، لأن الخليج أيضا الآن يعيش في هذه الفقاعة من الاقتصاد القوي، ولكن أدنى هزة أو نفخة راح توقع هذا الاقتصاد. لا نريد السوء لأي طرف، ولكن نقول هذه تكهنات بناء على معطيات وواقع. في غضون 15 سنة هولندا أخذت الدرس وبدأت تراجع نوعية اقتصادها والوضع الجديد اللي أصبح يعاني منه المواطنين، وأصلحوا الوضع، وأصبحت هولندا في 2013 خامس أكبر منافس على مستوى العالم، وأصبح فقط من زراعة الورود تغطي 40% من الواردات عبر العالم، تغطي السوق العالمية ب40%. وارد الورود، زراعة الورود فقط في هولندا يدر عليها 3.2 مليار دولار. في أمستردام في أغنية الأمهات يقولوها من ينومون أطفالهم، يقولوا لهم يوم راح يجي الطوفان حيغرق وحيدمر هذه العاصمة أمستردام. ففي بلد حتى الأرض التربة نادرة بها من نسبة المياه اللي موجودة في العاصمة هذه، مع ذلك تزرع كل هذه المساحات الشاسعة
وتغطي مساحات مياه هواية حتى تحولها إلى أراضي، وتزرع ورود يوميا تصدر للعالم بحيث يجي لها وارد سنوي 3.2 مليار دولار. في العراق بعد 2003 تغير نظام الحكم، ولكن طريقة إدارة وحوكمة البلد والثقافة اللي انزرعت وما تزال لم تتغير. ما شفنا منهجية جاية تحضر شبابنا وطلبتنا لهذا الواقع الجديد، وأن الواقع الاشتراكي في الاقتصاد تغير إلى اقتصاد سوق حر ومسألة الخصخصة وفتح مجال للشركات. نظريا ما شفنا لا على مستوى المناهج التعليمية ولا في محطات كثيرة متعلقة بنوعية الحكم اللي جاي يدير هذا البلد. أفهم أنه الحكومة بطريقة تعيينها لكل خريج على الأسلوب السابق قبل 2003 كان بوقتها خطأ وما يزال خطأ، ولأن الثقافة ما موجودة لحد هسه ما تزال تمنيات وأقصى طموحات الناس أنه لازم الحلول تجي من هناك. أنا أتفهم أن الحكومة ما تقدر تسوي هذا الشيء، ولكن هذا لا يعني أنه تقعد وما تجي تنظم السوق ولا تفتح أسواق جديدة تستوعب هذه التغيرات الهائلة اللي جاي يصير على مستوى العالم. كنت في لقاء آخر حاكي وأنا أكررها، الدراسات تقول الدول والمجتمعات اللي استوعبت الثورة الصناعية الأولى هي الدول الغنية، إذا كان الغنى والناتج القومي هو أحد مؤشرات قوة الدول وحضورها، اللي استدرك في ذاك الوقت وعمل تغيير هي الدول الغنية الآن والقوية الآن. نحن الآن نمر من 2016 بما يسمى الثورة الصناعية الرابعة. المنظرين يقولون الدول والمجتمعات اللي ما تستدرك هذا التغير اللي صار راح تبقى فقيرة وأفقر لل100 سنة القادمة، وإحنا جاي نمر بهذا المنعطف. هذا الحكي في مؤتمر دافوس في 2016. لا نكتفي فقط بالنقد في مؤسسة روانغا، نعم هذه ملاحظاتنا، وعمليات التغيير تبدي من تحليل ومناقشة الوضع بصدق، ليس لأجل فقط بس نرمي الحجارة، وإن كان برأيي اللي يسمع الرأي لازم يسمعه من أيا كان ويمحص إذا كان في صدقية، يأخذ الحقائق ويشتغل عليها لأنه صانع قرار، ما يهتم بكيف يقال. مع ذلك احنا نحاول ننتقي مبادراتنا، ننتقي كلماتنا حتى نكون جزء من الناس اللي تبني، فننطي ملاحظات حتى نكون شريكين بالبناء. وواحدة من مبادراتنا هي معرض الأعمال اللي هو جزء من مشروع أكبر اللي هو روانغا فرص. بدينا هذه المبادرة في 2016 اللي كان عدد الشركات 36 وعدد فرص العمل المعلنة 795. في 2017 عدد الشركات اللي شاركت معنا بلغ 101، وعدد فرص العمل المعلنة كان 1257. في 2018 بلغ عدد الشركات 119، فرص العمل 1421. في 2019 وصل العدد للشركات المساهمة معنا إلى 166، عدد فرص العمل المتاحة 2204. في 2020 اجى عمو كورونا غير الأوضاع، اضطرينا نروح أونلاين، وأنا على المستوى الشخصي من الزملاء والزميلات قالوا راح نعمل معرض أعمال لهذه السنة، كانت عندي شخصيا تخوفات كثيرة كيف ممكن للشركات تجي تشارك، ولكن مشكورين شاركوا معنا وبلغ عدد الشركات المشاركة معنا 110، وعدد فرص العمل لأن هو على مستوى العراق بلغ 5388. رقم بالنسبة لنا طفرة ونفتخر به حقيقة. أما من نواجه الأزمة العراقية نعم الرقم قد يبدو قليل، ولكن مذهبنا أنه نحن لا نؤمن فقط بالجلوس وانتقاد الواقع، نحاول نشارك من طرفنا. نحن لا نخلق العمل، لأن هذا يحتاج مبادرات أوسع وأكبر من عندنا، أطراف أخرى تتدخل حتى تخلق فرص العمل. شغل ستافنا كان طرق أبواب المنظمات والشركات، معرفة شنو فرص العمل اللي موجودة عندهم، يجون يجمعوها في مكان واحد، معرض أعمال ناس موجودة به اللي كان بالسنوات السابقة، وعلى الأقل على بلاتفورم حتى الشاب والشابة لا يروح هو وهي يدقون كل الأبواب ويقول لك وين فرص العمل. التيم الفريق مالنا جمع هذه الفرص وقدمها للشباب والشابات حتى بدخول إلكتروني بسيط يقدر يعرف شنو فرص العمل المتاحة ويقدم لها. مع إضافة نوعية أخرى، طلبنا من الشركات والمنظمات أنه إذا ما عندك فرصة عمل على الأقل درب، فكرة الانترنشيب، التدريب المهني، اقبل 2 3 4، شوف قابلياتك. مع الرعاة اللي شوي أقوى طلبنا رقم بعد أكبر، عدد المقاعد اللي قدرنا نحجزها معاهم كمتدرب بحيث يبقى هذا الشاب والشابة معاهم 332.
بالإضافة إلى ملتقى أو منتدى روانغا اللي هذه مبادرة جديدة حنعملها كثقافة سنوية، نقوم بهذا الحدث سواء مع معرض الأعمال أو في توقيت آخر، بحيث يكون منبر للشباب فقط ومناقشة كل مشاكل وتحديات وآمال الشباب، وجزء منها بالتأكيد حيكون المواضيع التربوية، لأن اهتمامنا الأساسي هو التربية والشباب. عدد فرص العمل اللي حد هسه الناس توظفوا عن طريق روانغا بلغ 5245. ختاما أود أن أشكر وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفيدرالية على تعاونها وتنسيقنا معنا وحمل الهم أنه كيف ممكن مع بعض نكون مشاركين في عملية البناء. أشكر الداعمين والرعاة لهذه المبادرة، وأخص بالذكر الداعمين والراعين الألماسيين كورك تيليكوم وقيوان جروب، هم وكل الرعاة، بدونكم هذا الشغل ما كان يصير أمانة. فاحنا ممنونين جدا لكم ولتعاونكم، وهذا ضروري كعقلية ثقافة قبل أن يكون دعم مالي ومادي، أنه كيف مع بعض نفكر لدعم الواقع وخاصة الشباب بحيث نعطيهم حياة كريمة. أحب أشكر وسائل الإعلام وخاصة الرعاة روداو كي 24 ممتنين جدا لحضراتكم والكل اللي حاضرين هنا على حضوركم وتفاعلكم، لأن في النهاية لو ما أنتم كنتم موجودين الناس ما كان عرفت، فقط إحنا اللي نعرف بهذا الحدث، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي. جدا ممنونين لحضراتكم على نقل هذا الخبر وعلى الأقل إعطاء الأمل في فرصة في محاولة. شكر لموظفي روانغا اللي باب راحوا يطرقون الأبواب للشركات والمنظمات حتى يهيئون فرص العمل هذه، وبالتأكيد المتطوعين اللي كانوا يشتغلون معنا ويحاولون بكل جهد تطوير قابلياتهم يقينا ويكونون أيضا جزء من الحل. شكرا جزيلا للجميع.